السلام عليكم يا اهلا ويا اغلى متتبعين، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وانتم كتابعوا الفيديو ديال هذا النهار. المهم هذا النهار ان شاء الله جيت لبوملدات لدار الثقافه. لقيت الدعوه من عند الجمعيه ديال المرأة امل الطفل وانقيله المهم عقل غيسمنت. صافي لباق طلب الدعوة، صافي ندات الحضور نواسا. ارتمنى غدا ونعجب الفيديو نواس وبالنسبه للمتتبعين اللي تلاقيت معاهم تما كنقول لهم جزاكم الله خيرا، الله يرحم لكم الوالدين، الله يحفظكم. المهم بزاف ديال الناس تلاقيت معاهم هنايا ديال المتتبعين، ودابا غادي نخليكم مع واحد الشخص من المتتبعين ديالنا غادي يقرا شويه ديال القرآن. الله يجازيه بخير، الله يكثر خيره، الله يجعله في ميزان حسناته يا ربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله مولانا العظيم. بوملدات خريجة كلية العلوم والتقنيات بالراشدية، تخصص بيولوجيا الصحة، تشتغل مربية للتعليم الأولي ورئيسة تعاونية نساء مسمريك لتقطير الأعشاب العطرية والطبية. تفضلي معنا. سيد دائرة بوملدات المحترم، السيد رئيس جامعة بوملدات، السيد ممثل المجلس العلمي المحلي للتنغير، السادة المحترمين ممثلي السلطات العسكرية والمدنية، السيد مستشار الوزاري المحترم، السيدات والسادة المحترمين ممثلي منظمات المجتمع المدني، إخواتي الوسيطات الجماعاتيات المحترمات، الحضور الكريم، تحية الجسام التي تقدمها الوسيطات الجماعاتيات في كل من جماعة إكنيون وتلمي ومسمرير خلال السنتين الماضيتين
تأطير ومواكبة ما مجموعه 1072 امرأة حامل مرضعة، بالإضافة إلى توجيه أزيد من 650 طفل لاستكمال برنامج التلقيح الإجباري، وذلك في إطار مواكبة تطورات صحة المرأة والطفل عبر مختلف مراحل الحمل والولادة بمقاربات إحصائية دقيقة تساعدهن على ضبطها. مجهودات الجبارة لعوان السلطة والأطر الطبية والصحية التي نعمل معها في إطار من التواصل المسؤول والمهني والوعي التام بواجب حماية صحة الأم الأستاذة نعيمة الشتوي رئيسة فيدرالية الأمل للمرأة والطفل في دائرة أمان دارس. وهنا من بعد ما عطات رئيسة الجمعية الأمل للمرأة والطفل الكلمة ديالها، صافي هنايا عيطوا عليا باش يعطيني ديك الشهادة التقديرية، وجا هنايا استنبار كامرة وحتى جا المهم حتى داني تالت ما ايوا صافي مشى جلس باش يجي عقيلة رئيس دائرة بوملدات ولا ما عرفت شنو سميتو. لذلك اللحظة على السيد رئيس دائرة بوملدات لتسليم هذه الشهادة التكريمية. وهنا راح يتصوت حيت خايفة على حقوق الطبع والنشر، حيتاش دايرين ديك الموسيقى ديال لا كنتي مرا لكي مرا راكي مرا، المهم ما عرفتهاش. المهم هي ديك الاغنيه اللي تيديروا صافي، وانا خايفه لا يكون فيها حقوق الطبع والنشر. صافي هنايا حيت الصوت من المهم انا فاش كان عطاني داك رئيس بلدية بوملدات ديك الشهادة التقديرية وديك الوردة وديك الشي ديك الكرتونة الحمراء فيها واحد القرميط وفيها واحد شنو سميتهم الحلاقي والله ما عرفت شنو سميتهم. المهم اختكم راه عيانة وفيها النعاس وكدير المونتاج وبغات تحط لكم الفيديو. ايوا المهم قبل على اختكم وصافي. أيها السادة والسيدات، نواصل فقرات هذه الأمسية تويتير الحشيش تويتيرات. الله مع ذلك تحاول أن توفق بين كل هذه الأشغال، رغم أنها أشغال حقيقة فيها ثمن، أشغال فيها ثمن، ومع ذلك استطاعت أن تكون أجيالا. لقطتني اليوم العالمي للمرأة، هذا يعني أنه تمغاط الصمغور ديال ديك الكتكواز، ولكن تمغاط ديما الصمغور هي وصلت من يوم سنوصلني جلالي الكونترات التيري نيلان غراخ ديال بيتن خدي ستماتن ولا كانت نركيها نشوف كي مازال الزمان ديما ديك تنضبط تمغاط ديما الصمغور في داخل التليفون تاع اللي تعرض. محافظات وعظات مؤثرات قواعد تجويد القرآن الكريم ومؤثرات نحو الأمية نعمل كحكية ولله الحمد. يعني في العمل النسائي في كلمتين غير يشجع دائما السيد الرئيس يشجع العمل النسائي أولا، ثانيا أن الأثر ديال العمل النسائي راه كنلمسو في الواقع ديالنا، وكذلك تحية تقدير للأم الحنون المغربية أينما كانت. والسلام عليكم ورحمة الله.
ساهمت في تكوين وتعليم العديد من القطر الذين رفعوا رأس الساكنة عاليا. ننادي على تلميذها وهو ممرض ببومان دادس، تلميذ الأستاذة مقبلة عبد الله، تفضل معنا. ننادي على الأستاذ محمد بوريد وهو خبير في المحاسبة ليسلم شهادة من هذا السنودا عاود تعذوري. والله الله لا إله إلا الله وسين غماديرة دفعت هدي وتمين أنا بين وتسنوام داتي مكيبين أحيالي ودهش هدزنو هادو لي غانا الزين وعليني دوريجين ولو بلاتي يدين ويلي صغير باجي ويلي كراتين أمو حلوة تذتني المدني غنغني الديار والوالي ما ديالنا يا ولاد غفل الناس جيدين السنون تبع الوالد تبع الطرف كذا إذا مشاجر تشتغل ولا تدينيش ما تديني بابا ولا سخصة شارت والكي ولا سيد بادرة طيبة من المجلس العلمي المحلي لتنغير للتشجيع على حمل كتاب الله. كل الشكر والتقدير لكافة أعضاء المجلس المحلي العلمي المحلي بتنغير. هي من والله كتطبع يعني مليون مصحف سنويا. طباعة مؤسسة محمد السادس لطباعة المصحف الشريف مشاري بشهر رمضان إن شاء الله تعالى باش ديروا إن شاء الله ورد يومي وتخصموا القرآن بحول هذا تشجيع لكم إن شاء الله. على مواقع التواصل الاجتماعي يسلم هذه النسخة السيد عضو المجلس المحلي العلمي المحلي بتنغير. بارك الله فيكما وفي مجهوداتكما الجبارة. من بعد ما عطاونا دوك المصاحف دوك الشواهد التقديرية صافي جينا لهنا باش كل واحد ياكل داكشي اللي قسم الله، داكشي اللي بغا. كاين العصير واتاي هانتوما معنا. ايوا صافي من بعد ما صافي سالينا هادشي كامل غادي نخليكم دابا مع هاد الطبيبة كانت كتهضر كتشرح لينا أهمية الصحة بزاف ديال الحوايج. المهم احتفلوا بيوم العالمي للمرأة وحضرنا معاهم حتى حنايا، ولكن صراحة أنا ما بغيتش الاحتفالات بيوم العالمي للمرأة. حتى كنمشي لشي بلاصة وكنلقى فين غندوز بلا ما نتسنى شي واحد يعاونني نطلع ولا يعاونني نهبط ولا نتسنى يهزوني. يوم العالمي للمرأة نهار يديروا لينا الولوجيات كأشخاص في وضعية إعاقة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة. هذا هو الأهم، هذا هو الحلم ديالي فين ما مشيت نلقى الولوجيات. ولكن للأسف الشديد فين ما مشيتي إلا مشيتي للقهوة جلسي في الزنقة وتاكلي فيها، كاين طروج، كاين بزاف ديال الحوايج. ايوا ماشي مشكل، المهم بدلنا الجو وشاركنا مع المتتبعين ديالنا. المهم انا هاد الطبيبه كتهضر على ود الحامل والرضاعه وداك الشيء. ايوا المهم نخليكم دابا بسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. ذات الصلة بالصحة الإنجابية، لأن قضايا الصحة الإنجابية ليست من اهتمام الكبار من هم في سن الإنجاب، وإنما هي مسؤولية الجميع في كافة المراحل العمرية، هي الطفل، الشاب خصوصا المراهق، الرجل والمرأة في سن الإنجاب، والمرأة في سن ما بعد الإنجاب. مرحلة الطفولة، الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة من الأمراض وعدم التفرقة والتمييز بين الجنسين. كلكم تتعرفوا الرضاعة الطبيعية، تتعرفوا الفوائد ديالها، تتعرفوا عليها معلومات عامة.